أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين. معكم أنا ندى إبراهيم في حلقة جديدة من برنامجنا قراءة في كتاب. في حلقة هذا اليوم سنتناول كتاب بعنوان دفاعا عن الجنون للكاتب والمؤلف ممدوح عدوان، والذي صدر عن دار النشر دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع. عدد صفحات هذا الكتاب 135 صفحة. في هذه الحلقة وفي قراءتنا لهذا الكتاب سنتناول العدد من المحاور والتساؤلات الملحة التي سنناقشها، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. بداية يقول الكاتب: كان لدى الإنسان حلم جميل حول نفسه، وكان يصبو إلى السمو على شرطه الإنساني، ولكن تتالي الظروف فتح في هذا الحلم جرحا، وبدأ الحلم ينزف ويضمحل، وراح يتخذ مع ضموره أشكالا وتسميات. بين حين وآخر ينتبه الإنسان إلى خسارته الفاجعة، فيدرك أنه صار يجهد لمنع نفسه من الانحدار عن مستواه الإنساني إلى مستوى الحيوان، وحين يقاوم تتخذ مقاومته شكلا من أشكال الجنون. وفي هذا الكتاب محاولة لتلمس شيء من هذا النزيف، وفي إطار التعبير الإبداعي بشكل خاص. ولعل هذه المقدمات أن تكون مقدمة للبحث أو أبحاث أكثر شمولا، ولكننا الآن في مرحلة الدفاع عن حقنا في الجنون. في المحور الأول والذي أسماه الكاتب احتفالا بالجنون، يقول: نحن أمة خالية من المجانين الحقيقيين، وهذا أكبر عيوبنا. كل منا يريد أن يظهر قويا وعاقلا وحكيما ومتفهما. يدخل الجميع حالة من الافتعال والبلادة وانعدام الحس تحت تلك الأقنعة، فيتحول الجميع إلى نسخ متشابهة مكررة ومملة. نحن في حاجة إلى الجرأة على الجنون والجرأة على الاعتراف بالجنون، وصار علينا أن نكف عن اعتبار الجنون عيبا واعتبار المجنون عاهة اجتماعية. في حياتنا شيء يجنن، وحين لا يجن أحد فهذا يعني أن أحاسيسنا متبلدة وأن فجائعنا لا تهزنا. فالجنون عند بعض منا دلالة صحية على شعب معافى لا يتحمل إهانة، ودلالة على أن الأصحاء لم يحتفظوا بعقولهم لأنهم لا يحسون، بل احتفظوا بعقولهم لأنهم يعملون أو لأنهم سيعملون على غسل الإهانة. نحن في حاجة إلى الجنون لكشف زيف العقل والتعقل والجبن واللامبالاة، فالجميع راضخون ينفعلون بالمقاييس المتاحة، ويفرحون بالمقاييس المتاحة، ويضحكون بالمقاييس المتاحة، ويبكون ويغضبون بالمقاييس المتاحة، ولذلك ينهزمون بالمقاييس كلها ولا ينتصرون أبدا. بغتة يجن شخص يخرج عن هذا المألوف الخانق، فيفتح حجم إذعاننا وقبولنا وتلثم أحاسيسنا، ويظهر لنا كم هو عالم مرفوض ومقيت وخانق، وكم هو عالم لا معقول ولا مقبول، كم هو مفجع ومبكٍ، وكم نحن خائفون وخانعون وقابلون. جنون كهذا شبيه بصرخة الطفل في أسطورة الملك العاري.
في نقطة أخرى من هذا المحور: وأنا أريد أن أكتب عن لؤي كيالي لأنني أريد أن أحتفل بالعثور على مجنون حقيقي، إنسان كانت لديه الجرأة على إعلان جنونه دون أن يهتم للآخرين الذين انشغلوا بالتغطية على هذا الجنون وكأنه قد كشف عوراتهم ومخازيهم. فاختيرت لحالته أوصاف لبقة مثل أزمة عصبية وانهيار عصبي وتعب أعصاب، ويزداد الضغط باتجاه استخدام مثل هذه التعابير اللبقة بعد موت لؤي بدعوى احترام الميت وحرمة الموتى. ولكن من المهين للحياة أن لا نرى الجمال إلا في الموت، وأن لا نقدر الناس إلا بعد موتهم، وأن لا نجرؤ على رؤية من يموتون مثل ما كانوا في حياتهم فعلا، وأنه لمن المخزي أن نمنح الموتى قيمة أكبر مما كنا نمنحهم في حياتهم، وخاصة حين يكون الميت فنانا. فالفنان ليس ملكا لحساسيات الأهل والأصدقاء، بل هو ملكنا جميعا وقيمة في حياتنا جميعا، ومن حقنا أن لا نسمح أن يقوم شيء في حياتنا على وهم أو خطأ. لؤي كان مجنونا طوال 7 أعوام، يجب أن لا نخفي هذه الحقيقة من حياته، بل يجب أن نعلن عنها ونشير إليها باعتزاز. يجب أن نقول أن لؤي كيالي من بقايا المستحاثات البشرية التي ما يزال لديها أعصاب وحساسية وكرامة، وأن هذه الميزات هي التي جعلته غير قادر على التواؤم مع عالمنا اللامعقول فجن وأربكنا. إنما يبدو في ظاهره حبا للؤي ومجاملة له هو كره للؤي ونيل منه بالتعميم على امتيازه العظيم ومجاملة لأنفسنا. فهناك دائما أناس يريدون أن تكرههم لأن حساسيتهم تسبقك ولأن انفجاراتهم تدين هدوءك وتفهمك وعقلانيتك. وأنا لا أكتب الآن سيرة بطل يستطيع أن يصمد، ولا عن رجل سياسة يستطيع أن يلف ويدور ويبرر. إنني أكتب عن فنان، أي أنني أكتب عن من له الحق أن يكون ضعيفا إذا كان ضعيفا، وعمن له الحق أن يوصله ضعفه إلى الجنون. دعونا نعترف الآن بأبسط الحقوق الطبيعية، أعني حق الفنان أن يكون إنسانا طبيعيا وأن لا يكون مدجنا ومألوفا. وهنا لا أطالب باعتباره خارقا، لكنني أطالب بحقه في أن يبكي ألما حين يحجب الناس دموعهم ويعتبرون حجبها قوة، وحقه في أن يسكر حين يشرب، وأن يجن حين يختل التوازن القائم بين عالمه الداخلي وعالمه الخارجي. يقول الكاتب: لؤي كيلاني هو نموذج يحتوي على كل المواصفات التي تستطيع أن تهاجمها، لكنه يحتوي أيضا على كل المواصفات التي تحب أن تدافع عنها. ولعل ما يدفعني إلى الكتابة عنه هو أنه الكتابة عن فرصة للدفاع عن البديهيات المغيبة عن حياتنا. في حالة كهذه إما أن ينشغل الإنسان بهذه المراجعة الشاملة، وإما أن يقف مسعوقا أمام حجم الخطأ في الحياة. وكما أن لؤي كان قد اكتشف الواقع من قبل، لذلك اكتشف الخطأ، ولكن بعد أن كان هذا الخطأ قد شطره إلى نصفين. لهذا لم يعد قادرا على التعبير عن رؤيته هذه بالفن، بل استهلك أعصابه في المواجهة اليومية للحياة فجن ولم يقدم فنا مجنونا. أن المقولات النقدية التي تحاول التشكيك بالشعر المهتم بما يجري، أو تحاول صرف الشعر عن موضوعاته الحية إلى غواية موضوعات الخالدة، هي مقولات تعبر تعبيرا دقيقا وذكيا عن مطامح أولئك الذين يريدون الإبقاء على العالم كما هو، ومن يريدون أن لا يحدث أي تغيير في هذا العالم، غير أن هناك تنويها هاما لا بد منه. تغيير العالم ليس عملا آنيا ومؤقتا، وقد لا يكون ممكنا الآن. والشعر ليس طفلا يحلم أحلاما مستحيلة، بل هو حلم البشرية وبإمكانياتها الفعلية. وهذا يعني أن الشعر لا يطمح إلى تغيير العالم الآن، فهو لا يخطط للقيام بانقلاب عسكري. والذين يريدون توريط الشعر في موقف كهذا هم أولئك الذين اعتادوا على التفكير في إحداث التغيير عن طريق الانقلابات العسكرية. الشعر يطمح إلى إحداث ثورة،
وبالتالي فهو يعمل ضمن استراتيجية ثورية. الشعر هنا فعاليته في المتلقي جزء من تراكم المعرفة الذي سيؤدي إلى تغيير نوعي في وعي المتلقي، وهذا يعني أن الشعر يساهم في تغيير الإنسان وتغيير نظرته للحياة لكي يتمكن هذا الإنسان من تغيير العالم. يقول الكاتب إن الشعر يدعونا إلى تصفية الحساب، ولكن ليس على طريقة حسابات الدكاكين، أي أنه لا يحسب بالفواتير، وليس على طريقة القوادين الذين يفتحون الجراب ليروا كم جمعوا، بل على طريقة الطبيب الذي يريد أن يعرف كم راح في النزف. وهذا الطبيب قد يصف علاجا لكنه لا يعنيه أن يخفي الحقيقة وأن يجامل المريض أو ذويه. سيقول أن مريضه يحتاج إلى الدم أو الغذاء، لكنه قد يقول أن مريضه قد مات، وهو ليس طبيبا محايدا. هو الطبيب المريض هو المريض الذي يعي حالته تماما، وهو يعرف أنه عين من الآخرين، وبالتالي فإن إعلان خطورة الحالة أو العجز عن المعالجة أو فقدان الأمل هو تقدير لحالة الجميع، ولهذا لا يهتم كثيرا للعويل الذي قد يحدث بحجة ندب هذا الميت، لأنه يعرف أن كل واحد من المعولين يبكي نفسه ويتهيأ لدفن نفسه. ولهذا كان لابد من الشعر، ولهذا كان لابد من قتل الشعر، حيث كثيرون لا يريدون لنا العلاج ويفضلون لنا أن نستخدم المهدئات. وفي محور آخر والذي أسماه الكاتب وهذا أنا أيضا، يقول إن المسألة باختصار أن الناس قد تعودوك وظلوا يتعودونك حتى صرت تتعود نفسك. هذه هي المسألة القاتلة في الفن، أنت تعرف ما يتوقعه منك الناس وهم قد أدروك وارتاحوا، لكن الخيبات التي توقعهم فيها مشجعة حين يأتون لسماع شعرك وقد تهيأوا لسماع الفضائح السياسية التي يريدونك أن تقولها، ثم تفاجئهم بأن تتحدث عن الأطفال والريح والحب والجسد. عندها يخيبون وعندها يقولون لك لم نتوقع ذلك منك، يجب أن تحس بالسرور وتقول لهم وهذا أنا أيضا. ليس الهدف هو تخييبهم، بل الهدف هو عدم التعود على نفسك. الهدف هو أن تعود إلى قلقك الفني وتتخلص من الطمأنينة القاتلة التي صارت تتسم علاقتك بالناس وبالقصيدة. وللمسألة وجه آخر، حين قضيت هذه السنوات الطويلة وأنت تصادم الخطأ، هل كنت تمارس هواية أم تنطع لقضية؟ وما هي إذن؟ إن الخطأ في العالم والذي يتراوح بين السهو والجريمة كان يفرض عليك مصادمته، لأنك تقف مع الحياة، ولأن هذا الخطأ كان يجعل الحياة مستحيلة أو كان يمنع الناس من أن يعيشوا حياتهم الطبيعية. لقد كنا بشرا أفضل مما نحن عليه الآن، وكان من الممكن أن نصير إلى بشر أفضل مما نحن عليه الآن. المسألة ليست في إطار الإحاج أو الأماني، بل هي من صميم الواقع الممكن، والذي جعله القمع والبطش والتجويع إلى آخر القائمة غير ممكن. حسنا، كنت إذن تريد أن تجند الناس مع أنفسهم وأن تذكرهم بأنفسهم وأن تعمل على مقاومة الآثار المدمرة لهذه الممارسات الوحشية عليهم. حسنا، هذا ما كنت تدافع ضده. فما الذي كنت تدافع عنه؟ الحياة إنسانية الإنسان. كيف؟ دعنا نعرف. لا تتستر وراء مقولات سخيفة ولا تدعي أن الشعر لا يستطيع الخوض في هذه التفاصيل. من جعلك تتوهم أن الشعر لا يحب التفاصيل؟ دعنا نعرف ما هي الإنسانية التي تريدها مقابل تلك الحيوانة التي كنت تقاومها. إن المسألة بسيطة، أن يستيقظ الإنسان فيحس بعذوبة الصباح، ثم أن يسمع أصوات صغاره فيحس أنه يحبهم، ثم أن يسير في الشارع فلا يخاف تطاول سلطة أو تهور سائق، أن يرى فتاة جميلة فيحس أنها جميلة، وأن تحس هي بالسعادة لأن عابرا يعجب بجمالها ولا يضطهدها بعدوانيته الذكورية، فتسير كالفراشة وقد تبتسم له وتقول صباح الخير. أن يرى زهرة متفتحة فينعشه أريجها، أن يذهب إلى موعد حب وهو مترع بالفرح، أن يعمل ويحس بالسعادة لأنه أتقن ما يعمله
ولأن أحدا لن يسرق نتيجة جهده، أن يحس بأن كرامته أمر مفروغ منه، وأن حمايتها مسؤولية عامة لا تحتاج إلى نقاش. تعقبا على ذلك يقول الكاتب: تصوروا ولا تتورطوا في اعتبار المسألة بسيطة، إنها أكثر تعقيدا مما تتصورون، فنحن لم نعد نفعل ذلك كله، إننا محقونون بقيم قمعية تمنعنا من فعل ذلك كله، قيم شوهتنا وصنعت منا أناسا آخرين غير ما نحن عليه، أو أقل مما كان يجب أن نكون عليه، أشياء أقل من البشر وما زالت كبرياؤها تمنعها من الاعتراف أنها انحدرت إلى مستوى الحيوان. هي بالتالي مسألة بحث في الذاكرة أو في الدفاتر العتيقة. ماذا كنا نفعل صباحا؟ وكيف كنا نحس المطر وضوء القمر؟ كيف كنا نتعامل مع لعب الصغار ومرحهم؟ أي خواطر كنا نشرد معها ونحن نسمع الريح في الشجر؟ كيف كنا نعبر عن عواطفنا ورغباتنا وشهواتنا دون إقناع؟ وكنا نعتبر ذلك من حقنا، وبالتالي كنا نعتبر ذلك من حق الطرف الآخر. في نقطة أخرى يقول الكاتب: هنا أصل إلى اعترافي أنني أعتقد أن هناك نقصا ما في حساسية البشر تجاه الجريمة، وخاصة حين تكون الجريمة مغلفة بالسياسة. أنا نفسي أقل حساسية تجاه الجريمة والقتل. خلال الأعوام 30 الماضية رأيت وسمعت الكثير من القتل، ولذا فقد أصبحت أقل حساسية وأصبحت لا مباليا أكثر. هذا يعني أنني فقدت شيئا من إنسانيتي، ولم يعد يكفي أن أعرف بما حدث. يجب أن يقدم الأمر لي بطريقة خاصة إذا كان المطلوب أن أتأثر، ولم يعد يكفي أن أعرف أن مئات قد قتلوا في حرب أو فيضان أو مجاعة. لقد تحول الإنسان إلى رقم، وحتى حين لا يكون الرقم مطلوبا للعمل في الصحافة مثلا، فإنه لم يعد هاما أن أعرف الرقم الحقيقي. عشرات من البشر زيادة أو نقصانا ليسوا بالأمر الهام، وحتى المئات. في نقطة أخرى يتحدث الكاتب فيها عن التاريخ، فيقول: هذا يعني أن التاريخ الذي أرسى القيم اللغوية والجمالية والنفسية كان تاريخا عنصريا، وبالتالي فإن عليك أن تعيد النظر في هذا التاريخ كله وفي حياتك كلها وموروثاتك كلها. وما ينطبق على مسألة الزنوج ينطبق على كل مسألة متعلقة بالمسحوقين من نساء وفلاحين وعمال وفقراء ومنبوذين. فمثلا كمثال من أحد أناشيدنا الوطنية: لا يطيق السادة الأحرار أطواق الحديد، إن عيش الذل والإرهاق أولى بالعبيد. ولنلاحظ كلمتي السادة والأحرار والعبيد وما يليق بكل منهما، أن هناك موروثا ثقافيا جعلنا نردد هذا النشيد دون الاهتمام إلى هذه المسألة، وهذا الموروث طبقي وعنصري ومستمد من المجتمع الفروسية الجاهلي والبدوي والقائم على الرق. إن قيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية التي توارثناها هي قيم الطبقات المستغلة التي كانت مسيطرة على الحياة السياسية والاقتصادية، ولقد قامت محاولات عديدة لمقاومتها ففشلت، وكانت النتيجة هي العودة إلى إقرار هذه القيم كأمور متعارف عليها وكأمور لها قداستها ورهبتها. ولقد صار من المتعارف عليه أيضا النظر بمنظار غير صحيح إلى أولئك الذين حاولوا اللعب بسلم القيم هذه. فمثلا السفسطائيون مجموعة من الفلاسفة أرادوا الخروج بالفلسفة من أبراج الأساتذة وتلامذتهم الأرستقراطيين إلى الشارع العام،
أي أنهم أرادوا وضع العلم بين أيدي العامة بعد أن كان وقفا على الفلاسفة وتلامذتهم من أبناء القصور التي يمكن أن تستقبل الفلاسفة أو يمكن أن ترسل أبنائها إلى أورقة أولئك الفلاسفة. وكانت حركة السوفسطائيين حركة جريئة، فهم بمحاولتهم إثبات الشيء وعكسه كانوا يؤكدون على الناس ضرورة عدم القبول بأي فكرة على أنها حقيقة ثابتة، وليس هناك حقيقة ثابتة، وأن كل فكرة قابلة للنقاش وخاضعة لأكثر من احتمال. يقول الكاتب أن الفقراء يغيرون الصورة من أساسها، لأنهم ينظرون إليها من موقع آخر ومن زاوية أخرى. فالنمور بدأت تذهب إلى المدارس لتأخذ حتى العلم البرجوازي وتوظفه لصالحها، وبدأت تتعلم الرسم وتتعلم المطالبة بحقوقها دون أن تفقد قدرتها على الافتراس. ولا شك أن اللوحات التي ستقدمها النمور ستغير الكثير، ليس من موضوعات الفن بل من مقاييسه. فالرسم بالمخالب يختلف عن الرسم بالفرشاة الناعمة. الرسم بالفرشاة مقولة فنية طرحها الصيادون، وليس النمور ملزمين بها أو بالقيم الناجمة عنها. ويجب أن لا تفاجئنا موجات الاحتجاج وصرخات الاستنجاد للحفاظ على ما يسمونه بالقيم، فيوم كانوا يطاردون النمور في الغابات لم يكونوا يفهمون زئيرها أو توجعها، ولم يكن يهمهم إلا تطوير أسلحتهم لزيادة قدرتها على الفتك بالنمور. في ختام هذا الكتاب يقول المؤلف أو الكاتب بشكل ما يمكن أن تعطي هذه المقالات صورة عن وضع المثقف في هذه الحقبة من الزمان وعلى هذه البقعة من الأرض في الوقت الذي تعكس فيه آراءه بمشكلات أو طروحات وأحداث وأشخاص. إن الآراء التي تتضمنها هذه المقالات لم تأتي من التأمل، بل أتت من المعايشة والتجربة في الواقع، وكان هذا الواقع مشحونا ومليئا بالمرارة والقلق والهواجس، وكان هذا القلق يفرض نفسه فنيا مثلما يفرض نفسه فكريا. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قراءة في كتاب، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة.